يوم جديد لإسكندرانية متجوزة في الصعيد، لأول مرة بتشوفيني. أنا أميرة من اسكندرية ومتجوزة في الصعيد. الحجازية دي أنا كنت عاملاها قبل التصوير ده بيوم، يعني فطرت بيها تاني يوم. افهموها بقى، مش عارفة ازاي، بس هي حاجة تحفة من الآخر، حجازية اسكندراني. طبعا كالعادة قمت فطرت ورحت فطرت بطاطي الطبيعي بتاعي. كان عندي شوية هدوم لميتهم. كنت بجهز الغدا. زهقنا من الفراخ المحمرة، قلنا بقى نشوها. بشرت طماطمية، طماطمتين تلاتة كده صغيرين، وبصلتين تلاتة، ومعلقة عسل اسود، وشوية ملح، وشوية بهارات، وخلطتهم كده في بعض. ورحت بقى ايه مغلفة البطة القمر دي، الفرخة القمر دي. بس وسبتها في التتبيلة دي لمدة ساعتين تقريبا. بس وشفت بقى بقيت مصالحي اللي ورايا. وبعد ساعتين دخلتها الفرن وطلعت بالحلاوة دي. كنت عملت جنبها بامية ناشفة، ويكا ناشفة. ويكا ناشفة، وعملت لها الطشة بتاعتها. هما بيحبوها بالطماطم، انا ما بحبهاش بالطماطم، بس عشان خاطر حماتي. ما علينا. بس وعملت صينية بطاطس وشوية رز، وبألف هنا وشفا علينا. البتاعة دي تحفة يا جماعة، في شوية فراخ. المطبخ كان رايق وجميل، وانا لخبطته تاني يوم الصبح.